طبعا من الموضوعات اللي بتشغلنا كلنا موضوع النسيان. النسيان يا أولاد من الموضوعات اللي هندرسها السنة دي سوا بإذن الله. لازم نعرف إن النسيان فيه جانب إيجابي وفيه جانب سلبي. الجانب الإيجابي لما نفقد شخص عزيز عندنا، حالة وفاة، لما بمر بموقف فشل يأثر علينا وعلى حياتنا، فالنسيان في هذه الحالة بيبقى إيجابي، إن احنا نشغل نفسنا بعمل جديد، بالمذاكرة، بالشغل، بممارسة رياضة. لكن في عندنا النسيان السلبي، وده اللي بيحصل أثناء المذاكرة أو أثناء العمل أو أثناء تعلم مهارة القيادة، تعلم عزف موسيقى. ده بيبقى نتيجة تشويه، إني دخلت المعلومة بصورة خطأ، أو تداخل دخلت معلومتين شبه بعض، أو تضاؤل إن أنا براجعش المادة اللي بذاكرها أول بأول فلازم أنساها. دي كلها عوامل بتؤدي للنسيان، لازم نتجنبها. هنتكلم أكتر إن شاء الله لما ناخد الدرس سيكولوجي المصري.